أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم حلقة جديدة من ملفات. في ظل مشهد اقتصادي عالمي متغير تتصاعد وتيرة القلق مع ارتفاع المستمر في أسعار الطاقة، والذي بات يفرض نفسه كواحد من أبرز التحديات التي تواجه الدول والشعوب على حد سواء. فمن تداعيات التوترات الجيوسياسية إلى اضطرابات سلاسل الإمداد مرورا بتقلبات أسواق النفط والغاز، تتشابك العوامل لتشكل أزمة تضغط على الاقتصادات وتنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين. حول هذا الموضوع بتدور حلقتنا النهارده من ملفات، اللي بيسعدنا ان نستضيف فيها الدكتور المهندس سامح نعمان، المستشار العلمي وخبير الطاقه بمركز الفارابي للدراسات السياسيه والتنمويه. اهلا بحضرتك. اهلا بيك فندم. اهلا بحضرتك. هستاذن حضرتك نتابع هذا التقرير ومن بعده نبدا الحوار. تحت امرك. اتفضل. للحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران أضرار كبيرة لا تتوقف عند الخسائر البشرية والعسكرية فقط، إنما يطال شبحها أموال العالم برمته. وبقرار من طهران أغلقت مضيق هرمز، أهم الشرايين الملاحية الذي يمر من خلاله 20% من إمدادات النفط العالمي، وهو ما أجبر المستهلكين عالميا على دفع مبالغ طائلة مقابل الحصول على الطاقة، مع اضطرارهم لخفض مستويات الاستهلاك باتخاذ الحكومات إجراءات تقشفية لخفض فاتورة الاستهلاك. الضربات التي استهدفت البنية التحتية لإنتاج النفط والغاز في دول الخليج رفعت أسعار الطاقة بنسبة تجاوزت 50%، مما تسبب في أضرار اقتصادية واسعة النطاق شملت معظم الدول المستوردة للوقود. ولم تتوقف تداعيات الحرب عند قطاع الطاقة فحسب، بل امتدت لتشمل إمدادات الغذاء العالمية التي طالت الموردين الأساسيين وأحدثت شللا في حركة التجارة الدولية التي تأثرت نتيجة تعطل الملاحة عبر المضيق الذي يمر عبره ثلث التجارة العالمية، وهو ما ينذر بكارثة في إنتاج الحبوب الأساسية والأعلاف التي تعد جزءا أساسيا من إنتاج الغذاء، والتي تأثرت به معظم دول العالم بسبب توقف إمدادات الأسمدة. وتتوقع منظمة التجارة الخارجية تباطؤ حاد في التجارة العالمية للسلع هذا العام، حيث يتوقع أن ينخفض النمو إلى 1.4% مقارنة بنسبة 4.6% في عام 2025. وبين هذه التوترات الجيوسياسية واضطرابات الأسواق العالمية، تبقى الحرب هي الفيصل لجميع الاحتمالات. بجدد الترحاب بكم ضيفي الكريم الدكتور المهندس سامح نعمان، المستشار العلمي وخبير الطاقة بمركز الفارابي للدراسات السياسية والاستراتيجية. عايز أبدأ مباشرة يا دكتور، حجم فاتورة هذه الحرب خاصة فيما يتعلق بالطاقة وما يعنيه العالم الآن. الطاقة بتختلف، الفاتورة تختلف من دولة لدولة. نعم. في دول هتكسب، وفي دول، معظم الدول هيحصل عليها عبء اقتصادي غير طبيعي. نعم. الدول اللي هتكسب هي الدول المنتجة للنفط خارج المجموعة اللي موجودة في منطقة الخليج. نعم. زي نيجيريا، الجزائر، روسيا، دول استراليا، البرازيل، كل الدول المنتجة للنفط والغاز. إنما الدول اللي موجودة داخل الخليج نبص عليها. الدول الموجودة داخل الخليج دلوقتي ما فيش إنتاج بقى لهم 24 يوم، فإذا خسارة يومية. والمنطقة دي بتطلع ما يقرب من 20 مليون برميل. دلوقتي بيطلع منها حوالي 7-8 مليون برميل يوميا، 5 من السعودية عن طريق نويبع بالعرض، تمشي بالعرض، وحوالي مليون وشوية بيطلع من الإمارات على خليج عمان. والجزء اللي بيطلعوا إيران من خلال السماح لبعض السفن بالخروج بره. نيجي نبص لدول الخليج. دول الخليج دلوقتي خسرانه اقتصاديا. ان قطر 17% من انتاج الغاز بتاعها اصبح غير
قابل ان هو ينتج مره اخرى نتيجه التدمير اللي حصل، وده هياخد له من 3 ل 5 سنه في الاصلاح. الدول الثانيه بقى الدول عامله في فرضت اللي هو القهر في العمل، فاذا ما فيش انتاج عندها زي الكويت والبحرين وقطر. السعوديه قلنا جزء بيطلع منها، الكويت نفس الكلام، الكويت عندها مشكله كبيره. العراق بيطلع جزء بسيط عن طريق البايبس على طريق تركيا. نعم. فدول اللي شغالين، انما باقي العالم كله هيحصل عنده تضخم. نيجي نبص لليابان، اليابان بتاخد من المنطقه دي حوالي 72%. كوريا الجنوبيه هي اول المتاثرين بازمه الطاقه. الهند متاثره 100%، لان الهند ما عندهاش احتياطي. الهند زيرو غاز، ولذلك طلعوا لها امبارح ناقلتين غاز عشان ينقذوا الهند. نعم. كمان اوروبا بتاخد 18%، امريكا بتاخد 2%. التاثير العالمي سعر الغاز ارتفع داخل على. طب قبل ما اسيب هذه الجزئيه عايزه ارجع للدول المنتجه ومصدره للنفط والفرق بين ما حدث ابان الكورونا وما يحدث الان. يعني ابان الكورونا احنا شفنا انخفاض سعر البترول وصل للصفر نظرا لصعوبه التخزين، لكن دلوقتي ما يحدث من عدم يعني ما فيش حراك، السعر بيرتفع. ايه الفرق والاثر ازاي واقع على الدول؟ الاثر على سعر البترول مش تواجد البترول في السوق. نعم. المخاطر في انتاج البترول. نعم. اللي موجود في مضيق هرمز دي مخاطر. ان انا اقول ان ما فيش بترول هيتحرك يبقى في بترول بس هيتمنع. انما لما اقول ان في بترول وسعره بيرفع او بينزل يبقى في سعر، مثلا نقول اوبك بتزود الانتاج يبقى اذا سعر البترول بينزل، اوبك بتوقف الانتاج سعر البترول بيرفع، ولكن دي ليها حل وليست مخاطر. المخاطر ان يحصل مشكله مثلا لا قدر الله منطقه بتكون بتنتج بترول وحصل فيها تدمير. نعم. ارجع بقى للشق الثاني من اجابه حضرتك. احنا تحدثنا عن الخليج والدول المنتجه. على الجانب الاخر هناك خاسرون، ازاي وليه؟ الخاسرون اللي هي الدول بالذات الدول الناميه. نعم. اللي بتعتمد اعتماد رئيسي على النفط والغاز. نعم. دي سعر البترول لما بيرفع بتاثر وهي ناميه، فاذا الاقتصاد بتاعها يا دوبك ماشي معاها بالعافيه. فلما يكون البترول هيرفع يبقى هي محتاجه عمله صعبه داخل الميزانيه، في تاثير على الميزانيه، فبتضطر لو عندها مخزون ذهب بتسيل الذهب، فبالتالي يبقى عندها ضغط على اللي هو الاحتياطيات النقديه والمعادن الثمينه. نعم. فطبعا ده هيعمل ايه؟ ويمكن عفوا للمقاطعه ده سبب هبوط الذهب الحاد في الوقت الحالي هو التسييل علشان سواء للبورصات او يعني البورصات على مستوى رجال الاعمال او للدول عشان نعم. فبالتالي هو الدول دي مش هتقدر تستمر فتره طويله. نعم. انها الاقتصاد بتاعها هيقع، فبتبتدي تقلل، توقف المصانع، تعمل عمليات تقشف. اما توقف المصانع يبقى اذا في اعمال راكده، ما فيش حد بيشتغل. نعم. يبقى اذا بيحصل تضخم، الاسعار المنتجات اسعارها بترفع، الدخل بتاع الناس قليل، فاذا بيحصل تضخم، بيحصل فيها مشاكل سياسيه داخل البلاد دي. الدول الناميه كتير. نعم. انما الدول الكبيره زي اوروبا سعر البترول والغاز رفع ارتفاع كبير. نعم. جدا عندهم. نعم. ده بيؤدي الى نقل المصانع خارج الاماكن. ارتفاع الفاتوره على المواطن برضو بيؤثر الى نوع من التضخم، ولكن البنوك المركزيه في الاول بتحاول تلحق هذا الموضوع، انما لها ليميت. نعم. الدول اللي عندها بترول وغاز احتياطي بتبتدي عند الازمه بتبتدي تطلع من الاحتياطي. لما بتطلع من الاحتياطي معناها انها بتسحب من الرصيد بتاعها. الى امتى بقى؟ لحد عندها خط احمر. نعم. ما تقدرش تتعدى. طب عايزه، يمكن كان خبر منذ ايام قليله ايران اكدت انها لن تتفاوض الا بشكل مباشر مع الولايات المتحده، يعني بتعبير قوي جدا، كون الولايات المتحده امريكا هي من بدات الحرب وهي من عليها ان تنهيها. أمريكا بقى وترامب، أمريكا دولة منتجة ومستوردة. صحيح. أثر ما يحدث عليها إيه؟ هل هم الرابحون في هذه المعادلة؟ سبب بقى هذه الحرب وأثرها، خلينا نبدأ بأمريكا اللي عمل يعني أمريكا. البادئ. نعم. أمريكا دلوقتي في خسارة.
ليه؟ لان هي بتنتج حوالي 16 مليون برميل يوميا، وبتستورد وبتصدر 4 أو 5 وبتستورد 6، بتكمل ال 20 مليون. لما هي بتستورد وتصدر يبقى اذا هي عندها الاكتفاء بتاعها، ولكن هي عندها البنزين بيتعامل مع سعر العالمي للبترول، ما عندهوش دعم، فبالتالي سعر البنزين دلوقتي عنده داخل البلد ارتفع كتير جدا. لو هو سحب من الاحتياطي عشان ينزل من سعر البنزين، اذا هو بيسحب من الاحتياطي الرئيسي بتاعه، وده شيء فيه خطوره. ادي حاجه. الحاجه الثانيه، المواطن الامريكي بيشتري منتجات كتير من بره. المنتجات اللي من بره متاثره بالسعر العالمي للطاقه، يبقى اذا هو بيشتري منتجات من بره سعرها عالي، وبالتالي المواطن دلوقتي تحت ضغطين، ضغط البنزين بالنسبه له غالي، والمنتج اللي جاي له من بره غالي، فبالتالي امريكا داخليا فيها مشاكل. ولذلك هو عمل ايه؟ هو رفع الجزاءات اللي موجوده، العقوبات اللي موجوده على روسيا، ورفع برضو على ايران علشان يهدي من سعر البترول عالميا. لما بيهدي من سعر البترول عالميا بيهدى عنده جوه في امريكا، فاذا هو بيحاول يشتري المواطن الامريكي بالحاجتين دول، مع انه بيحاول يقرب من سعر انتاج البترول الصخري، يمكن علشان التكلفه الكبيره. البترول الصخري فيه مشكله. البترول الصخري ان هو سعر استخراج البرميل لا يقل عن 55-60 دولار. هذا ما اعنيه، ان هو ممكن بالنسبه له هناك سعر يخليه يعني يعادل هذا السعر. هو بيعادل المواطن اللي جوه، سعر البنزين عنده ينزل عشان المواطن يهدى. انما هو البنزين الصخري كل ما السعر بيعلى هو كسبان. هذا ما اعنيه بالظبط. ما هو مين اللي كسبان؟ الشركات. انما المواطن هو يهمه المواطن ده. في الفتره دي بيهمه المواطن. فاذا امريكا خسرانه، ولكن امريكا ليها تارجت، ليها هدف رئيسي. امريكا الهدف بتاعها انها تسيطر على دول اورو اسيا. اورو اسيا دي هتبدا منين؟ من مضيق هرمز، ومعها الخليج ومعها ايران، ويبتدي يطلع لفوق لحد ما يطلع على البحر، يطلع على تركيا، ويطلع على البحر قزوين. الاثنين دول لو سيطر عليهم، لو سيطر على ايران، هو قال انا همسك ايران وهفتتها. لما هيقول امسك ايران وفتتها، لو وصل لايران يبقى سيطر على مضيق، ناخد بالنا، هيمسك مضيق هرمز، ادي واحد. هيدخل على دول البحر القزوين. بحر القزوين ده فيه 5 دول مصدره للبترول، منهم ايران. يبقى اذا سيطر على البترول الموجود ده بما فيهم روسيا، لانه هيقفل على روسيا. وبعدين هيطلع على تركيا. يطلع على تركيا يعمل ايه؟ تركيا فيها 2 مضيق، بوسفور والدردنيل. الاثنين دول المخرج الوحيد لبحر الاسود بالربط بالابيض المتوسط. وهو لو سيطر على ده وعلى ده، ولديهم الانابيب النقل دونما. يبقى سيطر على البترول اللي من البايبز اللي موجوده في تركيا، والبحر الاسود يبقى سيطر على اللي رايح على رومانيا وعلى اوروبا. يبقى سيطر على البترول اللي رايح تقريبا للعالم كله، وقفل على روسيا، لان روسيا بتصدر من البحر الاسود حوالي 4.5 مليون برميل. يبقى قفل على روسيا، وبينه وبين الصين باكستان، لانه هيبقى سيطر على الشمال وسيطر على الشرق ده اللي هو فيه باكستان وفيه الهند وفيه افغانستان. يبقى بينه وبين الصين الباكستان. هو الهدف بتاعه انه يحارب. في ذات السياق كان هناك تصريحان هامان بالامس وامس الاول. ترامب على جانب بيقول يعني لعلها احدى يعني هفواته، لكن ممكن تكون مقصوده، اريد السيطره على مضيق هرمز بالتعاون مع ايران. وعلى الجانب الاخر ايران المحت، او هناك تصريح، انا يعني مش عايزه اكون يعني يجانبني الخطأ، لكن قالوا هناخد رسوم على العبور من مضيق هرمز. كل ده بيدور في سياق كلام حضرتك. هو ايران المضيق هرمز في اراضي ايران، تبع ايران، ولكن هو مش عايز المضيق بس، هو عايز المضيق والمنطقه اللي فوق، لانه عايز يحارب الصين. هيحارب الصين يعمل ايه؟ هو عندهم مسلسل من 2001 عمان ايضا ليها في مضيق هرمز، بس على يعني بعيده شويه، انما هو في الاراضي بتاعتها، ولذلك هي اللي مسيطره عليها ايران. ايران لها الحق في مضيق هرمز والسيطره عليه. ولكن هو عايز يمسك من مضيق هرمز وطالع فوق، لانه هيسيطر على 80% تقريبا من بترول العالم
من المنطقه دي، لان بحر قزوين في اذربيجان وفي تركمانستان وفي طاجكستان، دول من اكبر مصدري البترول والغاز، ودولت اللي بيدوا الصين وروسيا ستسمحان بمثل هذه الخطه. عشان كده بقول لحضرتك هو دي صعبه ان هم يسيبوه، لان لو سابوه معناها ان روسيا والصين اتهزمت اقتصاديا. لان الخطوات اللي هو قالها ترامب، احنا ناخد الايه ما بين السطور بتاع ترامب. اول ما مسك قال امريكا عظمى، وبعدين قال انا رايح على ايران، اخذ فنزويلا وسيطر عليها، وبعد كده قال انا رايح على ايران افتت ايران وغيروا الحكم فيها. ليه هيفتتها؟ علشان يبقى دويلات صغيره هو سهل السيطره عليها وعلى بحر قزوين، وبعد كده تركيا والبحر الاسود، ويسيطر على البترول في المنطقه دي. بعد المنطقه دي بيطلع على بحر ملقا، على مضيق ملقا. مضيق ملقا هو من 6 شهور عمل اتفاقيه مع ماليزيا ومع تايلاند على المعادن النفيسه، هو بيعمل مدخل ليه في الحته دي دلوقتي عشان بعد ما يسيطر على ايران هيروح على مضيق ملقا. مضيق ملقا هو عنق الزجاجه للصين وجنوب شرق اسيا بالكامل. كل منتجات الصين بتطلع من ملقا سواء بقى اللي داخل واللي خارج للصين، من بترول، من تجاره، من اي حاجه، هو ده مضيق ملقا. لو اخذ ايران ومضيق هرمز واخذ ملقا، هو ملك العالم في الطاقه الاحفوريه بدون منازع. امريكا المسيطره تكون المسيطره على العالم وبدون منازع في الطاقه الاحفوريه، وتقدر توجه اي حد في العالم مين ياخد ومين ما ياخدش. طب ده الكلام ده هل هي خطه يمكن تحقيقها على المدى البعيد وكما يفعل الصهاينه كده بهدوء، ولا خطه المفروض ان هذه الحرب القائمه الان الحرب مع ايران تكون هي دي الخطوه الاولى فيها ولا تراجع عنها؟ هي دي الخطوه اللي عملها وكان فاكر انها سهله زي فنزويلا. لكن هو اتصدم. ايران ليست فنزويلا، فبالتالي هو دلوقتي بيعمل عمليه خداع اللي هو اليومين وبعد كده 5 أيام. هو بيعمل كده ليه؟ لأنه هو منتظر القوات بتاعة المارينز والقوات الصاعقة انها تجيله في المنطقة دي. لما هتجيله وإيران صرحت بده يعني. طبعا وعمل تفاوضين قبل كده، التفاوض الأول السنة اللي فاتت وضربوا، وهو بيعملوا تفاوض ضرب إيران، التفاوض الثاني وهم بيتعملوا تفاوض ضرب إيران برضه. فالمرة دي بقى هيعمل حاجتين في وقت واحد، ده المتوقع. المتوقع ان هو ينزل على جزيرة خرج اللي عنده دي بقوات، وفي نفس الوقت هيبقى في قوات نازله داخل ايران في العاصمه او في احدى المحافظات تبعها، تعمل زعزعه داخليه. يبقى هو عنده جبهتين بيشتغلوا في وقت واحد، ناس داخله على خارج عشان تسيطر عليها، وناس بتعمل مناوشات ومظاهرات داخليا. وهيدخل منها مجموعه من المارينز، ده المتوقع. مجموعه المارينز هتعمل عمليات تخريبيه داخل البلاد. احنا بنقول ليه الحته دي اللي هو العمليات التخريب اللي جوه؟ لان لو نلاحظ ان اسرائيل من اسبوع كانت بتضرب في نقط التفتيش اللي على الحدود اللي موجوده في ايران. نقط التفتيش دي ملهاش احداثيات، ولكن الجواسيس اللي موجودين لكل نقطه تفتيش بيبلغوا المكان. فاسرائيل بتيجي تضرب نقطه التفتيش. نقطه التفتيش دي كانت بتعمل فلتر ما بتعديش الناس اللي مشتبه فيهم. فلما النقطه تتضرب يبقى اذا في ناس بتعدي بدون ما حد يسيطر عليهم. يبقى اذا هو جمع دلوقتي حاليا مجموعات من الجواسيس ومجموعه من الجواسيس داخل البلد، هينزل لهم شويه مارينز، يبقى دولت يعملوا مشاكل ومظاهرات داخل البلد، والمارينز يعملوا عمليات التخريب، وفي نفس الوقت يبقى عنده جزيره خرج اللي بره بالقوات اللي هي جايه في خلال ال5 ايام على يوم الجمعه. يبقى هو دلوقتي بيشتت ايران جوه وبره. طيب لا يمكن أن نغفل دور الخليج العربي، وإحنا شفنا في الساعات الأخيرة تصريحات كثيرة وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي وتحليلات كثيرة من هذه الدول مفادها أن الولايات المتحدة باعت الخليج ولا يعنيها ولا أمن الخليج ولا مصالح الخليج الاقتصادية وبشكل واضح. يعني مسؤولون ومحللون ذكروا هذا صراحة. صحيح. أمريكا باعتنا. صحيح.
لان هم سحبوا. خلينا نبدا اقتصاديا وفيما يتعلق بالطاقه. تحليلك لما يحدث ايه وتحليلك لهذه التويتات او من ناحيه الطاقه، هو المفروض القواعد اللي موجوده في الدول العربيه لحمايه المصالح الامريكيه وحمايه وحدات محطات الطاقه وما شابه ذلك. ده المفترض ما تمش هذا الكلام. نعم. امريكا دلوقتي ما بتبصش للخليج، ولكن تبص انها توصل للهدف بتاعها، تسيطر على المكان، لان خروج امريكا من المنطقه دي مهزومه، معناها ان دول الخليج مش هترجع لامريكا وهترجع لدول تانية. احنا بنلاحظ دلوقتي ايه؟ انجلترا بتنزل للخليج وتقول لهم انا هبعت لكم دفاع جوي يساعدكم دلوقتي. دي معناها ان دول اوروبيه بدات تبص على منطقه الخليج عشان تدخل. المانيا بتقول نفس الكلام. معناها هتبعت ازاي اذا كان المضيق مقفول، وهو ده المضيق الوحيد للتجاره، لتجاره النفط والتجاره العاديه. يعني اغلاق المضيق معناها اغلاق جميع الوسائل وجميع المنافذ للاكل والشرب وجميع انواع التجاره والطاقه لمنطقه دول الخليج السبعه بما فيهم ايران. هستكمل الحديث في هذه النقطه المهمه جدا، لان هي بتعكس تغير شكل الخريطه الجيوسياسيه العالميه بعد هذا التقرير. الحروب أصبحت لغة الشرق الأوسط، فهي المنطقة التي تشهد صراعات عسكرية لم يسبق لها مثيل من العنف ومحاولات للهيمنة والسيطرة لإثبات القدرات العسكرية المتطورة وفرض النفوذ في المنطقة. فتصاعد وتيرة التوتر بين إيران وإسرائيل إلى مستويات غير مسبوقة وسط تبادل ضربات جوية وهجمات تستهدف المنشآت النووية الحيوية، ما جعل المنطقة على شفير مواجهة قد تزعزع استقرار الشرق الأوسط بأكمله. وبالتوازي تتصاعد الدعوات الدولية لوقف نزيف الصراع قبل أن يتحول إلى مواجهة شاملة يصعب السيطرة عليها. وبين التصريحات النارية والتطورات الميدانية تبرز أسئلة مصيرية: إلى أين تتجه الأزمة؟ وهل ينتظر العالم انفجارا جديدا يغير وجه المنطقة إلى الأبد؟ يرى مراقبون أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران دخلت منعطفا جديدا وصفوه بأنه مرحلة رسم ملامح الإقليم، خاصة بعد استهداف إيران للمنطقة التي يقع فيها مفاعل ديمونة بالنقب، ردا على استهداف إسرائيل لمنشأة نطنز النووية في أصفهان، وأن ذلك سيغير بالضرورة معالم المرحلة القادمة. لم تعد تداعيات الحرب الإيرانية تقتصر على أسواق الطاقة فحسب، بل امتدت لتضرب عاصمة التجارة العالمية سلاسل الإمداد في مقتل. فما يحدث اليوم في مضيق هرمز يتجاوز كونه صراعا إقليميا ليصبح وفقا لخبراء ومحللين التهديد الأكثر خطورة واستدامة لحركة الشحن الدولية منذ أزمة جائحة كوفيد-19. وبينما ترتفع أسعار النفط، تبرز أزمة أخرى صامتة في بطون الحاويات العالقة تهدد برفع أسعار كل شيء من رغيف الخبز إلى رقائق الذكاء الاصطناعي. وفي إطار جهود دبلوماسية مكثفة لخفض التصعيد، أكد الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي ومصر ودول الجوار على ضرورة وقف التصعيد والعمل على التوصل لتسوية سلمية للأزمة تعيد الاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط. هذا بالإضافة لمناقشة التداعيات الاقتصادية والإنسانية الناجمة عن الأزمة الحالية وسبل التنسيق وتكثيف التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة لوقف التصعيد وحث أطراف الصراع على تغليب الحل السياسي. ولا أحد ينكر ما تبذله مصر من جهود دؤوبة، وتواصل اتصالاتها الحثيثة وجهودها المكثفة مع جميع الأطراف المعنية على مدار الأيام الأخيرة لمنع الوصول إلى نقطة لا عودة ووقف التصعيد في المنطقة وتجنب الانزلاق إلى الفوضى الشاملة. اهلا بكم من جديد. معي في الاستوديو دكتور مهندس سامح نعمان، المستشار العلمي وخبير الطاقه بمركز الفارابي للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. وكنا قبل التقرير نتحدث عن موقف دول الخليج، وهناك محللون يرون ان علاقه الخليج بالولايات المتحده والغرب سيعاد تشكيلها. تمام. هو طبعا حضرتك المواقف اللي حصلت وعدم الدفاع عن دول الخليج بالكامل
مش دولة ودولة. ده معناه ان امريكا لها مصالح اكتر من انها تدافع عن المنطقة. ده فتح الشهوة للدول الاوروبية بانها تبتدي تتعامل مع الدول وتتصل بيها وتعرض عليها وسائل دفاع جوي علشان تحميها في هذا الوقت اللي المفروض امريكا هي بتحميها. بالتعاون مع امريكا كحليف ولا بشكل منفرد يا دكتور؟ كل اوروبا مستقل، يعني انجلترا راحت لوحدها. الحلفاء الاوروبيون ايضا انفصلوا عن في حمايه في بشكل عام. بشكل عام انفصلوا تماما، لان حتى النهارده رئيس وزراء اسبانيا عمل مؤتمر في قلب مجلس عندهم هناك في مجلس النواب هناك وزاري، وقال احنا ليس لنا علاقه بهذه المشكله، ودي مشكله امريكا زي ما عملتها وعملت ازمه طاقه وتسببت لنا في مشاكل اقتصاديه كبيره على مستوى العالم واسبانيا بالاخص، لازم هي تفكها ودي مسؤوليتها الشخصيه، احنا ليس لنا دعوه بيها. ده اسبانيا. انجلترا نفس الكلام، ايطاليا نفس الكلام، فرنسا نفس الكلام، فدي الدول الكبيره في اوروبا. طب عايزه قبل برضو ما يداهمني الوقت، مصر طبعا لها دور كبير، احنا مؤثرين ومتاثرين بما يحدث. بدايه كده تقييم حضرتك للاستراتيجيه او الاستراتيجيه وردود الافعال التي وضعتها الحكومه المصريه للتعاطي مع ما يحدث حولنا، والسيناريوهات المتوقعه في حال استمرت هذه الحرب. واعذرني على طول السؤال، وعلاقه مصر بدول الخليج فيما يتعلق بهذا واوروبا والولايات المتحده. تمام. اولا المشكله اللي احنا فيها طبعا مصر عامله حسابها في ان احنا بنغاز، ولكن لفتره معينه. احنا بنستهلك 180 مليون متر مكعب غاز يوميا. بننتج عندنا 110 فبنستورد 70. ال 70 دي احنا نقدر نعمل، احنا بنعمل تقشف، مش تقشف، احنا بنعمل معالجه للمشكله اللي احنا فيها. المعالجه ديت بترجع لكل مواطن، يعني المفروض في حافز داخلي كمواطن ان انا اساهم في هذا الكلام من نفسي بدون ما الحكومه تقول. يعني لما بقول المحلات تقفل الساعه 9 مبدئيا انا من 9 الا ربع هقفل، مش من 9 وافتح من 7 الصبح، ما فيش مشكله. دي فلازم دي فيها مشاركه المواطن. ثانيا حاجه مهمه جدا، المصالح الحكوميه المفروض يعين شخص يبقى مسؤول على انه يقفل جميع الطاقه الكهربائيه اللي موجوده في المباني بعد الميعاد المحدد لها، ويسائل في هذا الكلام مدير المصلحه والموظف المسؤول لهذا الكلام. تسريع خطه مصر اللي هي 2030 و2040 الخاصه بالطاقه النظيفه والجديده دي ماشيه في لان الفتره دي مش هتعمل حاجه، احنا بس نبقى الاستمراريه في تنفيذها وتذليل الصعاب لتنفيذ هذا الموضوع ده كويس. انما هي الحاجات اللي احنا المفروض نعملها في هذا الكلام. طب في مجال الوساطه. الوساطه ان تظهر مصر وانها وسيط في هذه المشكله وابتدي تتعامل مع ايران وتتعامل مع امريكا علشان تحل المشكله. ده معنى ان دور مصر طول عمره قوي، وان ما تظهرش هذه القوه الا اذا كان قائد البلد رئيس البلد عنده يعني عنده القوه والامكانيات والوضع الرئيسي ان هو يقوم بهذا الدور، لان كم واحد قام بهذا الدور؟ هم بس 3 يعني. ولهم تاثير، يعني لهم التاثير ولهم العلاقات الذكيه مع كافه الاطراف. يتصل بايران ويدخل في هذا الموضوع ده حاجه كويسه جدا وكويسه لمصر على فكره. طب الحل العملي على ارض الواقع، كان هناك طرح في وقت من الاوقات ان السعوديه او يعني عن طريق السعوديه يكون عن طريق البري توصيل البترول عن طريق لمصر عن طريق انابيب صمد ومنها لاوروبا. دي حضرتك موجوده من زمان ان هم بينقلوا 5 مليون. عندنا قدره تخزينيه يا دكتور كافيه لتخزين لنكون يعني مركزا للتخزين والتصدير. احنا بننقل من ال 5 مليون 2.5 مليون برميل يوميا. احنا عندنا في اسكندريه الطاقه اترفعت من 1 مليون ل 5 مليون تخزين.
5 مليون برميل تخزين. فاذا احنا عندنا القدره ان احنا ناخد وطبعا ال2.5 من ال5 بننقلهم من خلال سمك على البحر الابيض المتوسط، سواء بيتكرروا او ما بيتكرروش فممكن بيتم نقلهم لاوروبا، فده يعتبر المنفذ الرئيسي. احنا عندنا المنفذ الثاني بقى المهم، ان دلوقتي لما مضيق هرمز اتقفل، مضيق هرمز كل التجاره اللي داخله على الخليج مقفوله، احنا نقدر نعملها من قناه اوروبا على قناه السويس، على المواني اللي موجوده في السعوديه تنزل بري، ومن بري على الجنب الثاني تبتدي تتنقل للخليج. ممكن يكون هذا احد الحلول الازمه الانيه، ولا الحل صعب بما كان؟ لا، ده المفروض بيتم دلوقتي من خلال قناه السويس. كل التجاره اللي بتيجي من اوروبا قناه السويس على المواني. قدره لاستيعاب هذا الحجم من الانتاج من الخليج يكون حل، ولا هو حل بنسبه ضعيفه؟ وده الحل السريع او المنفذ الوحيد لدخول التجاره، المواد التجاريه باصنافها كلها بما فيها مأكولات للسعوديه، ومن السعوديه الى الخليج، ومن الخليج تبتدي توزعها على سواء بقى قطر والبحرين. فرصه لمصر مستقبليه ان احنا نخلق هذا النوع من التخزين او نوسع فيه. طبعا ديت الوقت الحالي اللي تظهر فيه قوه مصر انها تقدر تحل لهم المشاكل اللي هم مش عارفين يحلوها. ثانيا ان شاء الله لو كانت الثلاث خطوط البحريه اللي هي بتاعت الطاقه المتجدده اللي كانت طلعت من عندنا، اللي هتطلع من عندنا لاوروبا، لو كانت شغاله دلوقتي كانت هتظهر قوه مصر عالميا في الطاقه وتصدير الطاقه الى اوروبا. يعني بس دي ان شاء الله في القريب العاجل. يعني وجود حضرتك معايا طبعا بيفتح نقاط كثيره، ويمكن هاخد جزء من يمكن كلمه اتقالت في التقرير وهي كلمه هامه وكنا نتحدث فيها خارج الهواء، ان الاثر من اول رغيف الخبز حتى صناعه الرقاقات. في عدد من الدول اللي هي بتصنع التكنولوجيا الهاردوير بتشتكي طبعا لان في الهيليوم قائم عليه صناعه الرقائق. صحيح. الصناعات المكمله الى جانب الاسمده، ويعني صناعات مرتبطه بالنفط، وصناعات بعيدا بقى عن النقل وسلاسل الامدادات. احنا لو مع حضرتك المعلومات الكامله. هرمز مش هنتكلم بقى عن الطاقه والغاز، لان الطاقه والغاز بيشغلوا المصانع، واذا ما تواجدش ما فيش شغل المصانع. طب اذا تواجد الغاز ما فيش رقائق، او هتنزل نسبه التصنيع بما لا تقل عن 25-30%، لان 25% من الهيليوم بيطلع من قطر. ادي واحد. وبعدين دلوقتي قطر عندها نقص في الانتاج 17%، فاذا حتى لو مضيق هرمز اتفتح ففي عجز. ادي واحد. اثنين، السماد اللي بيطلع، اليوريا 50%، الامونيا 30%، الكبريت البحري 49%. الكبريت البحري بيطلع منه الاسمده. الاسمده دي ما طلعتش بقى لها 25 يوم. الاسمده هي طبعا اساس الزراعه، ما دام ما فيش زراعه يبقى في ازمه غذاء على مستوى العالم. ادي حاجه. يبقى عندي الصناعه التكنولوجيا العاليه نتيجه الهيليوم بيقل، والغاز اللي بيشغل مصانع بيقل، فاذا انتاج قليل في الاثنين دول. ان لم يعني هيحصل في مشاكل في الانتاج. الزراعه نفس الكلام على مستوى العالم. الاخطر بقى ان في 4 كابلات بحريه موجودين في المنطقه وعلى عمق 60 متر، يعني على في المياه الضحله. دول لو حصل لهم اي مشكله، لا مش لو حصل، هو ايران هددت بالفعل بضرب هذه الكابلات. ال4 كابلات الاولاني طوله 10300 كيلو، الثاني 5270، الثالث 15000 كيلو، الرابع اكبر كابل بحري 54000 كيلو متر، وده بيربط الكابل الرابع اللي هو بتاع افريكا 2 ده بيربط اسيا واوروبا وافريقيا، بيربط تقريبا اكتر من نص العالم. فاذا لو ال4 دول على سطح يعني مياه ضحله، فلو اتقطعوا دول خلاص انتهت الاتصالات بالمنطقه دي. المنطقه دي بقت ضلمه. اللي هيسد مكانها ستارلينك، بس عبل ما يبتدي يسد مكانها قدامنا شهور، عبل ما يبتدي يسيستم ويعمل وايلون ماسك ذاته كان ليه بعض التصريحات، لكنه اكد ان ستارلينك ليست مؤهله حتى الان لتغطيه هذه وعشان كمان لو يبتدي يتاهل قدامها شهور. وبعدين الاخطر ان الشهور دي لو انا حطيت كل الامكانيات بتاعه الانترنت في ستارلينك كلهم مكشوفين. يعني حضرتك اخذت يعني اذا قبلت الحكومات بهذا الحل، يعني كان هيكون تعقيدي. طيب
كل يعني تهديد بضرب الانترنت، سلاسل الامداد، الزراعه، الاسمده، صناعه التكنولوجيا والصناعه بجميع انواعها عشان الغاز. الا يستطيع العالم باثره المتضرر بالضغط لوقف هذه الحرب؟ ما الذي يحدث يا دكتور؟ هو دلوقتي العالم كله متضرر، وكله هيقلب على ترامب في الايام اللي جايه علشان يفتح مضيق هرمز، لان ايران مش قافله المضيق. هي صرحت احنا مش قافلين المضيق، وهي فعلا مش قافله. هي بتقول الدول بتصريح، الدول اللي ما بتعادنيش بتعدي. نعم. انما لو ايران حطت الغام وقفلت المضيق قدامنا شهور وشهور عبال ما نشيل حتى الالغام، حتى لو فتحت انما هي مش قافله المضيق. الضغوط الدوليه لازم هتاثر على ترامب، لان العالم كله متضرر. حتى اوروبا دلوقتي بتسعى انها تحل المشكله بعيد عن ترامب، وكلهم بيتصلوا بايران عشان يخلصوا مشاكلهم الشخصيه واللي خاصه بالدول بتاعتهم وينفذوا مرور النقلات النفط والغاز. انما ترامب الدول كلها تقلب عليه. بس هو في خلال 5 ايام لو عمل الاعمال العسكريه دي وفشل هيدمر الدنيا كلها مع بعض، هيبقى فيها مشاكل غير طبيعيه. طيب الاموال والطاقه، ويعني لا شيء يستحدث من عدم ولا يعني مش بس الطاقه، كل شيء. فدلوقتي كان هناك عدد من التسريبات الاقتصاديه، ايوه، فيما يتعلق بالبورصات وفيما يتعلق بالصفقات الخاصه بالطاقه قبل تصريحات ترامب او قبل تويتات ترامب بسويعات او حتى بايام. بيتم خروج رؤوس اموال ودخول رؤوس اموال، وهناك مستفيدين. صحيح. بشكل مباشر. صحيح. هل كل هذه الحرب وكل ما يحدث رغم الضغوط لصالح عدد من المستفيدين في العالم، يعني رؤوس اموال بعينها، حتى لو لم تكن امريكا كمواطن او اوروبا كمواطن، احنا نتحدث على شخص منتفع ماديا. الكلام ده بيتم باتفاقية. عفوا يا دكتور، قالوا لي في هناك تقرير هام واخد الاجابه بعد هذا التقرير. مع تصاعد الحرب في إيران تواجه أسواق الطاقة العالمية سيناريو مرعبا يعد من أخطر موجات الاضطراب في تاريخها بعد تعطل جزء كبير من إمدادات النفط والغاز عبر مضيق هرمز، أحد أهم شرايين الطاقة في العالم. تداعيات الحرب الإيرانية ديت هتؤثر تأثير بالغ جدا على أولا الطاقة العالمية، ويمكن احنا شايفين بتتذبذب سعر البرميل طبقا لصدور التصريحات من هنا أو هناك، لكن طبعا قفزات عالية جدا ومرتفعة سواء في سعر برميل البترول أو سواء أيضا في الغاز، نظرا لأن كان هناك استهدافات لضرب مناطق إنتاج الغاز أو إنتاج البترول، بالإضافة إلى احتجاز أكثر من 200 سفينة عند مضيق هرمز، ودي كانت بتساهم مساهمة كبيرة جدا في نقل البترول الخام إلى الأسواق الآسيوية والأسواق الأوروبية. وبدأت أيضا الأسواق الأوروبية تعاني من قفزات في أسعار الغاز نظرا لعدم وجود وسيلة حاليا جدا لإيصال الغاز المسال إلى هذه الدول. ألقت هذه الحرب بظلالها على مختلف الدول بشكل مباشر وسريع جدا على غير المتوقع، فلم يحدث اضطراب مثل هذا في مضيق هرمز من قبل. حتى في حرب يونيو الماضي التي استمرت ل 12 يوم لم يغلق مضيق هرمز بفعل الحرب، فقط هددت إيران بإغلاق المضيق، لكن هذه المرة تم إغلاق مضيق هرمز منذ اليوم الأول للحرب. هذا الأمر دفع العديد من دول العالم لترشيد الاستهلاك أو تقديم دعم إضافي للمحروقات أو حتى رفع أسعار المواد البترولية. هناك دول مثل بنجلاديش والفلبين وباكستان أعلنت إغلاق المدارس والجامعات وترشيد الاستهلاك للحد الأدنى. كذلك حدث هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي وأستراليا والبرازيل
والهند وغيرها من الدول التي رشدت الاستهلاك للحد الأدنى. فوضى عارمة أصابت حركة التجارة الدولية بالشلل وأسهمت في ارتفاعات قياسية بأسعار الطاقة عالميا، ما دفع دولا كبرى إلى إجراءات عاجلة لترشيد الاستهلاك وخفض الطلب على الوقود في محاولة لاحتواء موجة تضخم جديدة تهدد الاقتصاد الدولي. اهلا بكم من جديد. معي دكتور مهندس سامح نعمان، المستشار العلمي وخبير الطاقه بمركز الفارابي للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. وكنا قبل التقرير تحدثنا في مقوله الطاقه لا تستحدث ولا تذهب في العدم. وفي هذا السياق قلنا ان هناك عدد من الصفقات التي تمت فيما يتعلق بالطاقه او البورصات والشركات قبيل تصريحات ترامب، قبيل تويتاته. معنى ذلك أن هناك متمصلحين من هذه الأزمات بعيدا عن الشعوب. أنا أتحدث عن أشخاص، عن كيانات اقتصادية وليس الدول قريبة من ترامب. نعم، هي فعلا مجموعات من تعتمد على التسريبات قبيل، تعتمد على الاتفاق مع ترامب كده، ودي موجوده وفيها مقالات موجوده منشوره في هذا الكلام ده. بالاتفاق مع ترامب انه معروف انه هيقول التويته الفلانيه ديت لها تاثير على اسعار على البورصه، لها اسعار على الطاقه، لها اسعار على الذهب، فبيروحوا يشتروا بالحاجه لانها طبعا الحاجات بتبقى رخيصه، وبعد كده نتيجه التويتات بتاعته بيحصل انقلاب في الاسعار، فاما يا يبيعوا يا يشتروا طبقا للموقف الحاجه اللي هي شغاله معاه. في كلمه اخيره، في اتفاق مباشر مع ترامب كونه عقليه رجل اعمال ولا بعيدا؟ لا انه راجل سمسار، ده بتاع بيزنس، مش راجل سياسه، ده بتاع بيزنس. المجموعات بتاعته ومعروفه وموجوده مقالات، انا لا اعرف، كنت جبت مقاله منهم او اتنين يعني موجوده. اذا هي ماده لحلقه قادمه مع ضيفي الكريم الدكتور مهندس سامح نعمان، المستشار العلمي وخبير الطاقه بمركز الفارابي للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. بشكر وجود حضرتك معنا، شكرا جزيلا، وبشكر فريق عمل ملفات، والشكر موصول لكل من تابعنا. شكرا لكم.